صباح الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده بفيديو جديد هيعجبكم قوي. هنخزن كرومب ان شاء الله لرمضان، وهنعمل محشي كرومب وهنعمل لحمه. تابعونا معايا علشان نشوف الحلويات، الحاجات الحلوه دي اتعملت ازاي. قبل ما نبدا بقى كده نفطر حاجه بسيطه عشان تدينا طاقه، الواحد يقدر يتحرك بقى ويقدر يخلص الحاجه اللي وراه. تعالوا افطروا معانا. شايفين النعناع اللي ورا دوت بقاله زيادة عن 3 ايام، لونه كده متغيرش. حطيت معلقتين سكر وحطيته في ميه، يعني ميه بسكر، وحطيت فيه النعناع، بيقعد معاكي وقت طويل قوي. انا جربت احطه في التلاجة صراحه، ما دبل مني وما قعدش وقت كويس. حطينا بقى حله على النار اهيت، حطينا فيها ملح وكمون. وهنبدا بقى هنا اهوت الكرنب زي ما انتم شايفين. الكرنب زي ما انتم شايفين آه، جبت حوالي 4 كرنبات من السوق، كانوا عاملين حوالي 15 جنيه. هنبدا بقى نقطع بقى كده، نشيل بقى الورق الاخضر الخارجي اللي بره دوت. انا صراحه ما بستخدموش في المحشي، بيبقى طعمه ولونه مش حلو يعني كده. ممكن تاخدي ورقتين اتنين ولا حاجه تحطهم في ارضيه الحله لما تيجي تلف المحشي. هنبدا بقى نقطع بقى الكرنبايه اهوت. في ناس بيخلوا الكرنبايه بيقطعوا، يعني بيجي يسلقوا الكرنب، يقطعوا ورق ورق كده ويحطوه في في الميه. انا صراحه بحط الكرنبايه كده كلها بحالها. بالنسبه لي الطريقه دي اسهل يعني، فانت شوفي الطريقه اللي بتريحك واعمليها، الحاجه اللي تبقى اسهل عليكي وانت بتعرفي تعمليها كويس اعمليها. انا بشيل بقى الكام ورقه اللي جوه دولت. هم اصلا لما يجوا يتسلقوا بيبقوا بايظين، يعني بيبقوا دايبين كده، ما بتعرفيش تلفي بيهم محشي الكرنب. فانا بشيلها بقى كده. ممكن نعمل بقى نحطها على سلطه نفطر بيها جنب الاكل كده، كانه يعتبر خضره. هنا خلاص الميه كانت خلاص اهي تعتبر خلاص جاهزه بقى لسلق الكرنب. حطينا بقى الكرنبايه زي ما انتم شايفينها، حطيتها الاول من تحت كده، لان العروق من تحت بتاخد وقت في السوا عن من فوق. حطيتها على النار ورجعت بقى جبت الكرنبايه التانية. قلت نبدا بقى اجهز التانية. نبدأ نجهز الكرنباية التانية على ما دي تكون استوت. يعني منوقفش كده جنب الحلة ساكتين مستنيين دي تطلع وبعد كده نبدأ بقى نشوف التانية، لأ، ننجز في الوقت. سبت اللي على النار تستوي أو تتسلق براحتها. برضو انا عيني عليها، ما ينفعش اسيبها كده لانها ممكن الكرنبايه في لحظه تتهرى مني. الكرنبايه لو اتهرت خلاص بقى كده تعتبر تترمي، مش هتعرفي تعملي تلفي بيها محشي كويس. قلت بقى اجهز دي، شلت برضو العنق الطويل اللي انتوا شايفينه دوت. هشيل برضو القلب من جوه. هتشوفوا ال4 كرنبات اللي انا اشتريتهم دولت هيطلعوا كمية قد ايه، ان انت تحتفظي بيها مثلا لرمضان ولا حاجة. هنشيل بقى الورق اللي ملوش لازمة واحنا واقفين كده نروق الرخامة بتاعة المطبخ، يعني ما نخليناش واقفين كده خلاص احنا بنسلق وخلاص، او هنجهز محشي وخلاص، لا. ايدينا في المطبخ حاجة حاجة كده عشان الدنيا كلها ما تبقاش فوق دماغنا يعني. كل ما بتروقي وانت واقفة وبتخف من عليكي بتلاقي ان الموضوع سهل يعني. هنقلب بقى الكرنباية اهوت على الاتجاه التاني. اهم حاجه الميه كلها تبقى طايله الكرنبايه، لان عشان كل الورق يبقى كله واخد نفس السوا، ما يبقاش مثلا في حته لا مستويه كويس، حته لا بايظه مثلا من كتر السليق. جبت زي ما انت شفت مليت ميه وحطيتها جنب الحله اللي هي على النار ديت، ميه بارده. هنطلع بقى بالكرنب وننزل فين في الميه البارده دي. انا صراحه بحب احط بعد ما نطلع الكرنب من النار، احطه فين في الحله ديت، يعني زيت تطبيق لو في تراب، في اي حاجه او شوائب مثلا في الكرنب، تبقى الكرنبايه كده نضيفه وما فيهاش اي مشكله. اول بقى نطلع بقى بالكرنب بعد ما حطيناه في الميه البارده، نحطه بقى على الصينيه ونبدا بقى ان احنا نجهزه بقى. اهم حاجه لما تيجي تعملي الكرنب بقى ووقت التقطيع دوت لازم تحطيه في مصفى. لو سبتيه بقى كده قطعتيه حطيتيه مثلا في الصينيه في جنب، والصينيه اصلا بيبقى فيها ميه، هتلاقي الورق اتهرى منك ومش كويس ومش هتعرفي تلفيه كويس. انما تحطيه في مصفى بقى بينزل الورق الميه الزياده اللي فيه، وتلاقي الورقه كده فريش كده وتعرفي تلفيها، ما بتزهقكيش بقى في لف المحشي كده. زي ما انتم شايفين اهو بقطع بقى ورق الكروم، والتقطيع بقى زي ما انت بتحبي.
زي ما انت تحبي حجم الصباع المحشي قطعي زي ما انت حابه. هنحطهم بقى في المصفى اهوت. وقت بقى السليق والتقطيع الورق دوت صراحه كان يعني ما شاء الله كان 4 كرنبات خدوا مني وقت طويل. فانا ايه قصيت الفيديو في الوقت دوت. يعني جبت لكم بس اول شرح جزئيه كده، وبعد كده هفصل الكاميرا اخلص بقى انا الكميه ونرجع لكم تاني. اهو زي ما انتم شايفين بنشيل اللي هي العروق ديت ونلف بقى المحشي، ونلف الورقه كده، وتقطعي بقى التقطيع اللي انت بتحبيها. الورق كان اخضر ولونه حلو قوي، بس معلش بقى الاضاءه هي اللي ايه عايزه تتظبط شويه. احنا النهارده مش هنرمي اي حاجه من الكرنب، الورق هنستخدمه والعروق اللي تطلع ديت هنستخدمها، هوريكم هنستخدمها في ايه. هنا خلاص اهو طلعنا بقيه الكرنبايه، حطيناها برضو في الميه البارده اللي انا قلت لكم عليها، ميه من الحنفيه بارده يعني. هنحط بقى الكرنبايه التانية، وعينينا برضو عليها، يعني ما ينفعش نحط الكرنب دوت ونسيبه كده او نغفل عليه، لا ممكن في لحظه تلاقيه اتهرى منه. هنا كنا قلبنا بقى الكرنبايه على الاتجاه التاني اهوت، وبنحاول نخلي الميه توصل للكرنب كله، عشان الكرنب كله يبقى واخد نفس السوا. كنت قطعت اهوت، طلعت كميه كويسه، كان خلاص يعتبر ما عادش الا كرنبايه واحده وورقه اهوت كده، يعتبر خلصنا كميه ايه الكرنب اللي عندنا. قلت بالمره بقى طالما احنا عندنا بقى ورق كرنب وكده، نعمل شويه محشي بقى نتغدى بيهم النهارده. جبت الطماطم وقطعتها، وقطعت بصلتين 2، وكان في بنجرايه مسكتها قشرتها وبرده قطعتها. البنجرة دي بتدي فايدة حلوة قوي للمحشي، لان طبعا كلكم عارفين ان هي كلها حديد، وفي نفس الوقت بتعزز لون الصلصة. هنضربها بقى هنا اهوت في الخلاط، وحطينا حلة على النار فيها زيت وسمنة، ونزلنا بقى اهوت بالطماطم، حطينا ربع معلقة سكر على الطماطم وقت السوا عشان تعادل حموضة الطماطم. كده خلاص بقى كان ورق الكرنب كده كان خلاص الصفة. هنبدأ بقى ايه، بدأت احطه فين في اطباق الفيلم. كان في خضرة بقى مسكتها غسلتها، قطعتها وغسلتها كويس، وقطعت قرن فلفل وقرن شطة اخضر. هنا اهوت خلاص كنت حطيت الكمية كلها. اهم حاجة لاطباق الفل لما تيجي تخزني فيها حاجة، ما ينفعش تخزني من الحاجة منها لطبق الفل على طول، ده مش صحي. تعملي ايه بقى، تجيبي مثلا اكياس من بتاعة اللبن تقسميها، تقطعي الكيس مثلا على جزئين كده عشان تستفادي منه، وتحطيه في ارضية الطبق الفل، وبعد كده تحطي بقى الحاجة اللي انت عايزة تخزنيها. كان باقي فيها عروق بيضة حلوة قوي من بتاعة المحشي، قلت انا مش هرميها، انا ما عنديش مخلل، انا بعمل شوية مخلل كده ناكل منهم تاني يوم. حطيت جبت المية وحطيت معلقتين هريسة شطة وايه واربع 5 معالق ملح، ونزلت فيهم بايه بعروق الكرنب. حتى قشر البنجر ما رميناهوش النهارده، قشر البنجر اللي انا شفتني كنت بقطعها ديت حطيتها فين في المية تعزز اللون كده واللون يبقى حلو. ما شاء الله شوفوا بقى الاربع كرنبات اللي انا جبتهم 15 جنيه عملوا ايه، عملوا 7 اطباق. يعني هتطبخي 7 طبخات محشي ان شاء الله في رمضان، ربنا يدينا ويديكوا طول العمر. وعملنا هو غير الباقي اللي انا هعمله النهارده على الغدا. وعملنا هو مخلل النعناع، شايفين عامل ازاي، انا بحب انا النعناع خالص اهوت. وكان خلاص الصلصه تعتبر قربت تستوي، نزلت بقى عليها بمعلقتين هريسه شطه. هريسه الشطه ديت اختياري، لو انت متحبيش الاكل حراق ما تحطيش. قلت بقى اما اغسل الرز، حطينا بقى الملح والتوابل بتاعته، فلفل وكمون، حابه تحطي شطه حطي، 7 بهارات، شويه كزبره، انت بتحبيه في التوابل حطيه. انت لو لاحظتوا انا ما حطيتش شطه حمرا، اللي هي الشطه الحمرا البودره. ليه بقى، لان انا نازله بمعلقتين هريسه شطه فين في الطماطم او في الصلصه اللي على النار، فعشان ما الدنيا ما تبقى تبص قوي كده. عشان وكمان مقطعه قرن فلفل اخضر، قرنين فلفل اخضر وقرن شطه، فعشان ايه الاكل يبقى ايه متوازن، ولا يبقى حراق قوي ولا يبقى ايه عادي، يبقى إيه بارد يعني. نزلنا بقى بالخضره والفلفل والقرن الشطه اللي انا قطعته، هنقلبها كويس بقى. وقلت بقى لا كفايه واقفه كده، نقعد بقى ايه نلف المحشي كده براحتنا. والله التصوير والاضاءه بجد ظالمه المحشي، الورق كان لونه تحفه. هنقعد بقى نلف الحله،
انا خلاص كنت خلصت بقى لف الحله اهوت، وخلاص الشوربه كانت قربت تستوي. باخد بقى وش الشوربه كده عشان طعم المحشي يبقى حلو، وننزل بقى نسمي بسم الله كده. اهم حاجه وانت بتزودي عقد المحشي ما تزوديش الشوربه قوي، يعني ما تخلوش بقى يبقى الشوربه تبقى قليله قوي او الشوربه كتيره قوي. لو كتيره قوي هتلاقي الصبح كده مهري ومش حلو. خليه وسط. هنا شفتم كنت انا بعد ما رجيت الحله بقى كده عشان الشوربه كلها تنزل في الحله من تحت، حطيتها بقى على النار. كان باقي معلقه صلصه وقرن فلفل، قلت اما ايه اقطعه كده بالمره. كان في شويه مواعين قلت اما اغسلها، لان عارفه ان انا لو كلت وقعدت يبقى شكرا كده مش هقوم من مكاني. خلصت بقى اهوت المواعين، والمحشي كان على النار، وخلاص اللحمة تعتبر استوت. وخزنا كمان ما شاء الله المحشي الكرنب. اللي عاجبه الروتين النهارده يكتب لي في التعليق. شايفين بقى، هو ده بقى صوت المحشي اللي ايه الواحد بيحبه، يعني الصوت الشتوي. زي ياسمين عز ما بتقول الصوت الشتوي، لا الصوت الشتوي بالنسبة لنا صوت سوى المحشي على النار. جبت بقى صينية بقى كبيرة، قلت كفاية بقى غسيل مواعين كده، خلاص ايدي بشت من المواعين. هي صينية هحط فيها الاكل كله، ومنها الاكل ايه يبرد يعني. سمي بسم الله بقى كده، وهننزل بقى بالمحشي. كان ريحته وطعمه تحفة. شايفين بيلمع ازاي؟ والله بجد الاضاءة ظلمة. تعالوا كلوا معانا. مين بيحب محشي الكرنب زي يا جماعة؟ الشوربة بقى اهيت. وانا عند الراعي الرسمي في الاكل الملح والفلفل، لازم جنب اي اكل يبقى فيه ملح وفلفل. برش شوية صغيرين خالص. الرشة ديت اختياري برضو، بس انا بحب الاكل ملحه يكون زيادة شوية. واللحمة هي استوت. هستناكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.